يخلص القصه بكره ان شاء الله اذا كان لينا عمر ان المصري يكسب زيسكو والزمالك يكسب كايزر تشيفز، فالاثنين مع بعض يوصلوا للدور التالي. الزمالك اول مجموعه والمصري ثاني مجموعه، الاثنين يبقى عندهم، الزمالك ساعتها يبقى عنده 11، المصري يبقى عنده 10 والاثنين يوصلوا. اي سيناريو ثاني هيبقى الامور فيها صعوبه. ليه؟ لان الزمالك لو تعادل مثلا هيبقى منتظر نتيجه المصري وزيسكو، وساعتها هيبقى لازم المصري يتعادل او يخسر عشان الزمالك يصعد، واحنا ما نتمناش كده، احنا نتمنى ان الاثنين يصعدوا، نتمنى ان الاثنين هم اللي يصعدوا مع بعض وكايزر تشيفز وزيسكو يروحوا. فالخلاصه بتاعت القصه ان شاء الله بكره ربنا يكرم الفرقتين ويكسبوا عشان الاثنين يطلعوا للدور الثاني. المصري باذن الله وبكرم ربنا مهمته اسهل بكتير، لانه هيلاعب زيسكو اخر المجموعه، فريق ضعيف وعلى ارض المصري هنا في اسكندريه، فالدنيا لطيفه باذن الله. القصه كلها عند الزمالك، لان الزمالك هيلاعب اول المجموعه واحد من اهم فرق افريقيا وجنوب افريقيا كايزر تشيفز متصدر المجموعه، هينزل قاتل يا مقتول على انه ما يخسرش عشان يضمن انه يصعد للدور الثاني.